رياح مسمومة عصفت بالعالم العربي، وكان الهدف منها واضحا للقاصي والداني، وهو تفتيت المنطقة وتقسيمها بما يروق للعمسام وأعوانه وأذنابه في العالم العربي. هيلاري كلينتون إحدى مهندسي الربيع المشؤوم اعترفت في مذكراتها بجزء من مخطط إدارتها للمنطقة وما يحمل ربيع بلادها من سموم لأبناء الأمة. وكتبت هيلاري تقول: لقد دخلنا الحرب ضد العراق وسوريا وليبيا، وكان كل شيء على ما يرام وجيد جدا، وفجأة قامت ثورة 30 من يونيو في مصر ضد حكم الإخوان المسلمين، فتغير كل شيء في غضون 72 ساعة. فقد كنا على اتفاق مع الإخوان المسلمين في مصر على إعلان الدولة الإسلامية في سيناء، وإعطاء جزء منها إلى حماس والجزء الآخر إلى إسرائيل، وضم حلايب وشلاتين إلى السودان، وفتح الحدود المصرية مع ليبيا في منطقة السلوم. وكنا على موعد نحن وأصدقاؤنا الأوروبيون في 5 من تموز عام 2013 كي نعترف بالدولة الإسلامية، حيث زرت 112 دولة في العالم لشرح الدور الأمريكي والاتفاق مع بعض أصدقائنا على الاعتراف بالدولة الإسلامية فور إعلانها. وفجأة تحطم كل شيء أمام أعيننا. أحلام كلينتون وإدارتها وصهاينة الأروقة السياسية في العالم والمنطقة تبددت بوعي الشعوب وإصرارها على الحياة ورفضها للمجموعات التكفيرية الإخوانية العميلة والدخيلة على مجتمعاتها. وإليكم المزيد مما ذكرته هيلاري كلينتون في مذكراتها وبقلمها. من خلال تنظيم الإخوان المسلمين في مصر والدولة الإسلامية التي كنا نعدها، كنا سنقسم المنطقة، ومن بعدها نتجه إلى دول الخليج عن طريق أعواننا هناك من الإخوان. والبداية في الخليج كانت من الكويت، ثم السعودية، ثم الإمارات، إلى البحرين وعمان. وبعد ذلك يعاد تقسيم المنطقة العربية ودول المغرب العربي، وتصبح لنا السيطرة بالكامل على منابع النفط والمنافذ البحرية. ربيع دبر له وخطط في أقبية البيت الأبيض، لم يخفى على من يحفظ التاريخ جيدا ويقرأ السياسة.